السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين. هنعمل ايه النهاردة يا ترى؟ في أيام كده بتيجي فيها طبعا في الصيف مش قادرة تقفي قدام البوتاجاز، بس طبعا لازم نعمل أكل، فخلينا كده نعمل أكل النهاردة وندخله الفرن ونقول كده على بركة الله. عارفة الرخامة زحمة شوية، بس أنا هنا عندي كده كوبايتين من الرز المنقوع، وعندي جنبه نص كيلو من البطاطس. مبدئيا انا هقول طبعا بالترتيب، وعندي هنا بصلايه مفرومه كبيره، وعندي برضو الناحيه التانية بصلايه، وعندي ربع كيلو من المفروم وشويه بهارات. هقول كل حاجه وانا بعمل الحاجه حاجه حاجه. خلينا نقول على البركه ونبدا. خلاص انا كده فضيت الرخامه، نبدا بقى نعمل حاجه حاجه. كان عندي كوبايتين كبار من الرز منقوعين لمده نص ساعه. تعالي كده هنعمل برام رز، وهنعمل كمان بطاطس بالكفته، وندخلهم هما الاتنين الفرن وناخد اجازه من البوتاجاز النهارده. عندي مكعب ماجي، عندي نص معلقه فلفل اسمر، ربع معلقه قرفه مع 3 فصوص حبهان، ربع معلقه ملح صغيره لاني طبعا حسبت حساب الماجي. القرفه والحبهان بتخلي ريحه الرز حلوه قوي. اول حاجه هعملها كده هبهر الرز بعد طبعا ما غسلته ونقعته لمده نص ساعه. نبهره كده ونركنه على جنب. خلاص كده بعد ما قلبت الرز هنزل كمان بمعلقتين زيت. دي الطريقة اللي انا بعمل بيها. انا بحب برضو الرزاية ما تبقاش طبعا معجنة لما طبعا تيجي تغرفيه في عزومة ولا حاجة. حطيت معلقتين زيت عدد بس عشان برضو الرزاية يبقى ليها طعم، وبرضو تبقى تبقاش معجنة طبعا لو جيتي غرفتيه في عزومة ولا حاجة. خلاص هنا كده بهرت الرز، نركنه على جنب. عندي هنا اهو كده، عندي هنا كوبايتين رز اللي انا هعملهم. طيب دول 3 وربع لبن. هعمل ايه؟ هروح بقى على النار واسخنهم جامد جدا. انا عايزه لبن بصوا كده كانه بيغلي. خلاص بهرنا الرز، حطينا اللبن على النار. نيجي بقى للبطاطس. عندي بصلايه كبيره قوي كده مبشوره، ننزل بيها. ده نص كيلو بطاطس، وده اكل يوم بيوم. انا بحب في الصيف مفيش يعني اكل يبات، الا بقى طبعا لو باتت عندي حاجه خلاص فتاني يوم بعمل جنبها حاجه وامشي الدنيا. عندي مكعب ماجي، عندي نص معلقه فلفل اسمر، ونص معلقه ملح صغيره. ودي كل بهاراتنا لصينيه البطاطس، مش عايزين بهارات كتير بتضيع طعم الاكل. برضو هحط هنا كده شويه زيت حلوين، وهقلب كل ده في بعضه يعني كده زي 3-4 معالق. هتدي البطاطس في النهايه شكل حلو قوي، خصوصا لو هتدخليها الفرن. خلاص بهرنا كمان البطاطس، حطينا لها البصله والملح والفلفل طبعا وشويه الزيت. اركنيها هي كمان على جنب، بيبقى لها طعم قوي لما تعملي البطاطس وتحطيها مع البصل وبهاراتها وتسيبيها شويه. نيجي بقى للكفته. عندي نص معلقه ملح، عندي ربع معلقه بهار، وكمان نص معلقه فلفل اسمر. ونتبل بقى، وبصلايه مفرومه من الناحيه الناعمه، ونتبلهم برضو كده في بعض. بصي وشوية كمان زيت صغننين كده. هنا كده بعد طبعا ما خلطت الكفتة بالبصل يعني المفروم بالبصل، ركناه هو كمان على جنب عشان اللبن قرب يسخن قوي. عايزة طبعا اشمع الرز. دهنت البرام بتاعي اهو، دهنة زيت دهنة سمنة اي حاجة. انا كل اللي يهمني اللي هيتحط في اللبن. يا ريت تبقى حتة سمنة كويسة، ولا هحط بقى كريمة ولا وش لبن ولا حاجة. لو حتة سمنة كويسة هتعمل معاكي برام رز حلو قوي. فضينا كده الرز في البرام بعد طبعا ما دهنته. انا مش دهنته عشان مش يعني ان انا خايفه ان هو يلزق ولا حاجه، لا انا دهنته علشان اخد تحميره للرز يعني من كل حاجه، من الجوانب ومن الارضيه. فضيت بقى كده الرز، وهجيب اللبن السخن وهشوف بقى دلوقتي هتعامل في السمنه ازاي. اللبن بيغلي اهو، يعني مش لبن سخن عادي كده وخلاص، لا لازم، مع ان اللبن ده كان مغلي يعني وشايلاه في التلاجة، بس طبعا شلت منه الوش. هو لازم يكون لبن عادي للرز. نطفي بقى عليه النار. ادي اللبن، ودول كده بمقدار معلقتين سمنه كبار. دي معلقه كبيره قوي طبعا، المعلقه اللي بغرف بيها. هقلبها في اللبن وهو سخن كده لحد ما تدوب. طبعا هتدوب بسرعه لان اللبن بيغلي. خلاص طبعا السمنه دابت اهي في اللبن من سخونيه اللبن. نعمل ايه بقى؟ نروح بقى واللبن سخن كده. برام الرز لازم تنزلي عليه بلبن سخن، ما ينفعش تحطي عليه لبن بارد. هعمل ايه كده؟ هسمي الله واحده واحده. هبدا انزل اللبن. بسم الله.
عشان طبعا اللبن سخن فما ينفعش تنزلي بيه كله في بريمة ما بتستحملش طبعا سخونية زي دي. نزلنا كده بشوية من اللبن، ابدأي بقى شربي الرز كده، يعني ما تحطيش اللبن كله دفعة واحدة، ابدأي الأول شربي الرز طبعا وبعدين نكمل. برضو نفس الحكاية، اديله تقليبة كده نشربه وبعدين نكمل. ندخل بقى على طول الفرن، لا اركنيه 5 دقايق على بال الرز ما يشرب اللبن. هتبصي تلاقي دلوقتي يعني قل شوية كده علشان طبعا اللبن سخن والرز منقوع، فهيبتدي كده يشرب اللبن، يديكي طعم حلو جدا كأنك بتعمليه في الفرن البلدي، واحنا عاملينه طبعا في فرن البوتاجاز العادي. اديله كده ركنه على جنب، وبمقادير بسيطه طبعا، ولا حطينا قشطه ولا حطينا اي حاجه، حاجات كلها موجوده من البيت. اركنيه 5 دقايق عدد، وبعدين اول حاجه هتدخليه للفرن هتشمعي بس الوش من الاول علشان ما يفرش وما يدخنش ويبهدل الدنيا. اول حاجه بنعملها في برام الرز ان احنا بنشمعه الاول من فوق. خلاص كده انا بالنسبه لي ال5 دقايق عدوا. بصوا كده الرزايه كده بدات ايه كانها يعني كده بدات تلين شويه. ندخل بقى الفرن نشمع وبعدين نولع النار من تحت. بعد بقى ما فضيت البطاطس كده في الصينيه الصغيره، لانه احنا قلنا اكل على قد يوم، هعمل ايه بقى؟ هكور كده الكفته. بليت ايدي طبعا، كل ما يعني ما بتعملي في الكفته بتلاقيها كل ما بتعجني فيها كده بتلاقيها بتلزق جامد، فلازم تبلي ايدك ميه علشان تعرفي تكوريها من غير ما تلزق فيكي. انا بليت ايدي ميه وهعملها كده كور صغيره واحطها طبعا في النص كده. خلاص كده حطيت الكفته والبطاطس الاتنين مع بعض، وطبعا الرز خلاص قرب يتشمع. حطيت هنا عندي كوبايتين ميه، عندي هنا كوبايتين ميه في البلاستيكه دي. حطيت معلقه صلصه، وادي كمان التانية، ولا طماطم بقى. وهخلص كده واحطهم الاتنين مع بعض يتعايشوا في الفرن، واقعد واقول تمام كده، واعمل شويه سلطه، وكده الغدا تمام جدا والحمد لله. وما اخدش مننا وقت، بس في نفس الوقت طبعا غدا مشبع. ما ينفعش نعتمد طبعا على الاكل اللي بيتجاب من تحت، برضو لازم نعمل اكل في البيت. بسم الله. هاجي من الجنب كده وانزل طبعا البطاطس والكفته كل حاجه متبهره، فهاجي من الجنب وانزل طبعا بكوبايتين الميه ومعلقتين الصلصه، وندخل جنب الرز كده على طول يستوي الاتنين مع بعض. البطاطس والرز البرام بيبقوا الاتنين حلوين قوي مع بعض. ندخلها بقى كده جنب الفرن ونقعد بقى. خلصنا. بس طبعا صينية البطاطس كان سواها اسرع شوية من الرز اخد يعني كده داخل على ساعة الا حاجة بسيطة. بصي بقى جمال الرز. وده انا طبعا هنا كده انا اللي ضايقاه ده طبعا علشان انا يعني بحب اللون ده اكتر من اللون اللي بيبقى محروق قوي. انا بحب اشمع حاجة بسيطة، بمجرد ما تقفل مسام الرز من فوق خلاص بطفي النار الشواية وبنزل طبعا على النار اللي تحت. اكل جميل وبسيط وما اخدش مننا وقت وما وقفناش قدام البوتاجاز. وده طبعا كان غدا النهارده كده والحمد لله. ولو عجبتكم بقى القناه ما تنسوش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس، وكمان ما تنسيش اللايك الحلو. مفيش تفاعل كده اليومين دول، مش عارفين ليه مع اننا شغالين. الله على الجمال. اخدش مننا وقت حاجه، وطبعا غدا مشبع وجميل. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.